كابتن تحيه ليك كابتن خالد ضيف وضيوف الكرام. مع الان سياده المستشار مرتضى منصور. اهلا بك يا فندم. يعني النهارده يوم حافل، النهارده يوم انتصار في وجه نظر حضرتك. وانا يعني بقول لخالد لطيف ليه ما جاش الجمعيه؟ في غرامه يا خالد؟ لا في غرامه. بشكر فتحي، مبروك الكابتن الخلوق، انه امبارح كلمني، كان في محادثه بيني وبين السيد احمد قطان سفير السعوديه في مصر، وقال لي ان فتحي مبروك، قال له لانه صديقه روح زور الزمالك بقى نادي عالمي. بشكرك يا كابتن فتحي برغم انك انت كنت كابتن النادي الاهلي، لكن شهاده بعتز بيها. وفي نفس الوقت ببارك للشعب السعودي وللشعب المصري ان العلاقات المصريه السعوديه الحميمه، عمر ما في اخ هيتخانق مع اخوه او يخاصم اخوه. سحابه الصيف اللي كانت كابوس على نفسنا كلنا انزاحت بلقاء خادم الحرمين الشريفين جلاله الملك سلمان بن عبد العزيز وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجعت العلاقات كما يعني اقوى من الاول. واللي كانوا بقى متغاظين ومتضايقين بقى، انا بشوف احيانا قنوات الجماعه الارهابيه عندهم حل الذعر من التصالح ده. النهارده مش انتصار لمرتضى، وانتصار لاعضاء الجمعيه العموميه. نادي الزمالك يا خالد لو تفتكر قبل مرتضى منصور لم تعقد جمعيه عموميه. كلامي واضح وخالد كان موجود. بص، مع احترامي لكل رؤساء الانديه اللي قبلي، حسن فتوح، حسن عامر، حسن حلمي، كلهم ناس محترمين. كان حسن حلمي رئيس نادي، حسن عامر يجيب له ناس يبوظوا جمعيه. كان حسن عامر رئيس نادي، حلمي يجيب له ناس يبوظوا جمعيه. مستشار جلال كان اكثر رحمه، ما كانش بيطلع يعني الناس يقعدوا يبصوا في الجناين ما يقوموش اصلا، ما يسجلوش اصواتهم. دكتور كمال طبعا كان معاه الاخ اسماعيل سليم. احنا هنعرض النهارده الاعضاء زي الاعضاء الجمعيه كانوا بيتعجنوا بالسيوف والسنج، واعتقد الهرام الرياضي لو عندهم منشط هرام الرياضي الغلاف عضو الاسعاف شايلاه وساح في دمه، كان جمعيه عموميه. اول مره تبقى جمعيه عموميه، يعني دي ثالث جمعيه عموميه ليها الحمد لله. بنتحايل على الناس تيجي تقول رايها، ويمكن انت سامع كل شويه اللي عايز يجي يقول راي في جمعيه يقول، عندك اللي يخش يقول لا ما عندناش اي مشكله، واخد بالك؟ بس انا هساله سؤال دلوقتي، يقول نعم ما فيش عندنا اي مشكله. اول مره الجمعيه العموميه الاولى انا طرحت ثقه في نفسي، عشان انت مش فرض على الناس تقعد ل4 سنين. السنه اللي فاتت قدمت استقالتي، السنه دي شايف الناس الاف مؤلفه جايه عشان تقول كلمتها. كل اللي جيهم وقالوا نعم وكل اللي جيهم قالوا لا لهم كل الاحترام. لكن الناس يعني انا منع الشورت، ومنع البنات تلبس خلاعه، ومنع السلاسل، ومنع الشعر الطويل، ومدقون رافضين حاجه غير طبيعيه. يعني انا راجل معاك، يعني انا راجل، يعني ده انا لو شيخ الازهر مش هعمل كده في النادي. وزعلت ناس مني، ممنوع حد يخش بشورت، ممنوع بنت تخش محزق، ممنوع يلبس سلسله، ممنوع وحضرتك داخل كده مش مكسوف على لا بدقنك لغايه هنا، واخد بالك؟ بتقول لا يا مرتضى. طب ايه رايك بقى في اللي كان قبلي؟ كان فاتح الابواب، وخالد لطيف عارف، انا اسف، عضوات ما بيخش، يعني مش عضوات بيخرجوا جوه النادي، واعضاء مش اسف رجاله وشباب مش اعضاء في النادي. يجي بتاع الامن يروح مديله رقم التليفون يقول له دي للست دي، ياخدوا يتقابلوا بره. حضرتك يا ابو دقن ما نطقتش ليه؟ كنت حاطط ايه في بقك وخرست؟ لما جالك راجل بيحافظ على القيم والمبادئ والتقاليد مش عاجبك. ادي واحد. اتنين، اول مره في تاريخ النادي، وخالد معانا عضو من زمان، يبقى في وفر في الميزانيه 23 مليون جنيه. تمام؟ وانت بقى ايه محجوز عليك من الضرايب والتامينات ممدوح عباس. سددت الفلوس عليك المقاولين العرب عشان نعمل المبنى اللي كانوا رامينه تحت الارض. سددت فلوس، بتسدد للضرايب، بتسدد ل 6 اكتوبر اللي كانت على ممدوح عباس، بتسدد لاوقاف اللي كانت على ممدوح عباس، بتسدد للنادي النهري لوزاره الري كانت على ممدوح عباس، بتسدد لمرسى مطروح المعسكر هناك لمحافظه مرسى مطروح ممدوح عباس. كل ده و23 مليون جنيه مش عاجبينك، وكان عندك واحد لا تجرؤ انك تنطق معاه بحرب، مش تقول لا. احنا هنوري الناس النهارده يا جماعه كانت بتعمل ازاي. كان سنج وسيوف. 982 مليون جنيه اهدار مال عام، ده الاجهزه الرقابيه. حضرتك ما نطقتش يا ابو دقن. خلاص. اتنين، عندك مديونيه 306 مليون، حضرتك ما نطقتش. لما لقيت فيه ديمقراطيه وحريه، طبعا انا بس عايز اقول لي اقرا الميزانيه، ما حدش يقرا الميزانيه، انا نفسي ما قريتهاش. انا طول عمري بريد في الماليه في كليه حقوق، خلي بالك، يعني قبل ماده كنت فيها كنت الماليه دي. تمام؟ فدي حسابات وايرادات ومصروفات. انا ما قريتهاش، حضرتك قريتها؟
لا انت حضرتك مش، وبعدين حضرتك كاره مرتضى مش ممكن تكون كارهني. ليه؟ لانك لو انت بدأني بقى عامل نفسك راجل متدين، طب ما انا وفرت اولا عامل حمام للستات لوحده والبنات لوحدها والرجال لوحدها، يعني انا ماشي على الخط المستقيم اللي هو ربنا قال عليه. تمام، ادي واحد. طيب حضرتك زعلان من ايه؟ زعلان ان انا عملت لك منشأة العالم كله بيتكلم عنها، يبقى انت مش زعلان مني، انت زعلان من نفسك. انت كاره نفسك مش كارهني انا، لانك لو كارهني طب انت اهو، مش دي شمس طالعه، حد يقدر يقول دي مش شمس؟ طبعا هو عدد وملال، مش هي دي القضيه. بس انا بس عايز اقول انه حضرتك اللي انت عملته دون، ما انا ممكن عايز اقول لك طب انا مش مكمل خلاص وهرجعها لك خرابه. يا راجل رحت حجيت ال 10 12 يوم، جيت لقيت الاعضاء بيضجوا، قال لك لا في نظافه ولا في كراسي ولا في ترابيزات، رجع النادي 100 سنه ورا. فعايز اقول للي بيعمل ده، انا مش زعلان منك، انا زعلان عليك، والله العظيم زعلان عليه، وشايف شكلك ودقنك طول كده وانت داخل. تمام، طب يا اخي ده احنا مانعين سلاسل البنات والبنات اللي بتلبس كذا. وبعدين النادي ده المنطقه دي يا خالد يا لطيف كان جنينه جدك باسم جدك اللي فيها دلوقتي انت حضرتك زعلان ان انا عملت 11 حمام سباحه، حضرتك زعلان ان انا عملت 32 حديقه، حضرتك زعلان ان انا عملت 42 مطعم، حضرتك زعلان ان انا عملت مبنى اجتماعي، حضرتك زعلان ان انا عملت مكتبه وحضانه ومسجد، حضرتك زعلان من كل دون. طق يا اخي. لكن انا عايز افكرك يا خالد في الجنينه بتاع جدك، لو تفتكر ايام ممدوح عباس كان ضرب حقن وكان بانجو وكان ترامادول، وكنا نخش الحمامات تلاقي قرف. تمام، وكانت البت تبقى ماشيه وواد بيجري وراها مش عارف يمسكها من مكان فين، ما كانش حد. احنا طبعا بنسجل الحوار بالكامل مع المستشار مرتضى منصور، بس على ما يبدو زي ما يعني بيقولوا لي في الاربيز ان الشوط الثاني هيبدا. كابتن فتحي خلاص الشرقيه والمقاولين العرب على الهوا، لكن حوار يعني مع المستشار مرتضى منصور بيني وبينك فنيا احسن من المباراه. صح، اكتر اشاره كمان. والله فنيا احسن من المباراه، يعني الراجل بيتكلم على العموم هنتابعه بالكامل. كابتن عبد الحميد، كابتن فتحي